السلام عليكم حبايبي الغاليين. يا ترى مين فينا ما بيحبش السمك السنجاري؟ واحلى صينية سمك سنجاري ان شاء الله النهاردة هنعملها بمكونات مظبوطة جدا ومقادير مظبوطة جدا، لانك مش هتاكلي السمك السنجاري غير من ايدك، ولا اي مطعم هيعمله زي ما انت هتعمليه بخلطة مظبوطة. واهم حاجة في السمك، في صينية السمك دي، انك انت تعملي مقاديرها مظبوطة، والسمك يكون متبل ببهارات مظبوطة، والخلطة كمان تكون مظبوطة، علشان تطلعي بنتيجة ولا اروع من اي محل سمك. وان شاء الله هنعملها النهاردة بطريقة حلوة جدا. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. ويلا نقول كريم رسول الله والله أكرمه، فهل فقير بين الكريمين يحرمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا نشوف مقاديرنا ونشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. اول حاجه معايا سمك بلطي متنضف كويس. انت بتقولي بتاع السمك انا عايزاه يكون متنضف تنظيف سنجاري، يعني مش مفتوح من بطنه، يعني متشال كل الزعانف بتاعته ومتشال القشر بتاعه وكل حاجه، بس لما بيجي يفتحه بيفتحه من ظهره. لو انت بتعرفي تعمليه اعمليه، لو مش بتعرفي تعمليه قولي اللي بتاع السمك وهو هيعمله لك. يعني قولوا له نضفه لي تنظيف ايه، تنظيف سنجاري، بيفتحوا من ظهره بالشكل ده كده. هنا معايا صينيه دهنها زيت وحاطه فيها ورق زبده، علشان الالومنيا ما تتفاعلش مع السمك، لان هنحط عليه ليمون طبعا وهو متنضف ومغسول بخل عشان الالومنيا ما تتفاعلش. هنيمه على ظهره بالشكل ده كده وهفتحه. وبعدين هنا هجيب كده معلقه توم، توم مفروم معلقه كبيره كده، هوزعها على السمك كله بالشكل ده كده. لازم تدعكي السمك بالثوم. الخطوه دي مهمه جدا لانها بتفرق جدا في الطعم. زي ما انتوا شايفين كده، علشان هنبهره ونسيبه شويه طبعا. ومعانا بهارات بسيطه جدا، السمك ما بيحتاجش بهار، من الحاجات اللي مش بتحتاج بهارات كتير. اول حاجه كده معايا ملح، هبتدي هملحه كده، هرش عليه ملح كله، بس ما تكتريش الملح لان السمك مش بيحب الملح الكتير. هنا كده رشيت الملح، وكمان معايا كمون. تقدري تحطي كل البهارات دي كلها على بعض وترشيها مره واحده، مفيش اي مشكله. وهنا معايا كزبره ناشفه، كزبره ناشفه مطحونه كده بالشكل ده كده، برضو بتبلها بيها كده. وده معايا هسيب لكم اللينك بتاعه، كنت عاملاه بهارات سمك من قشر الجمبري، بتنقل السمك في حته تانية خالص، والرز الصياديه بتنقلهم في حته تانية خالص. وهسيب لكم اللينك بتاع بهارات السمك اللي عملناها مع بعض قبل كده. هنا انا تبلتهم مع بعض كده، وبعدين هعصر الليمون، هعصر على كل واحده كده نص ليمونه كده بالشكل ده كده. وهسيب الليمون في الصينيه، لان لما بسيبه في الصينيه ويدخل الفرن بيخلي الريحه حلوه قوي. وهركنهم على جنب كده لحد ما نعمل الخلطه، علشان يشرب من البهارات دي. وهسيبهم 10 دقايق يا دوب على ما نعمل الخلطه. هنا معايا بصلايه كبيره كده زي ما انتم شايفين متقطعه كده بالشكل ده كده، ونزلت عليها في الطاسه بالزيت. وهحط عليها نص معلقه كده من الملح، علشان ما تطلعش ريحه اللي هي الصنانه بتاع البصله كده وتحرق لك عينيكي وانت شغاله، عشان ريحه البصل ما تطلعش. وهنا معايا معلقه من التوم، معلقه صغيره كده مليانه من التوم. بعد ما البصله اصفرت، يعني دبلت كده شويه، مش اصفرت، دبلت شويه، نزلت بالتوم، وبعدها على طول بجزرتين مبشورين، زي ما بس مبشورين، مش مبشورين ناعم، مبشورين خشن. هبتدي هقلب فيهم كده لحد ما الجزر يدبل معايا شويه. وبعدين بعد دقيقه كده هلاقي الجزر معايا دبل، هبتدي بقى ايه اتبلهم. حطيت فلفل اسود وكمون وكزبره، ومعلقه برضو من بهارات السمك بالشكل ده كده، ومعلقه صغيره من الملح. وهبتدي هقلب كل ده مع بعضه كده بالشكل ده كده. هي ما بتاخدش اكتر من 10 دقايق بالظبط، يعني فعلا 10 دقايق، و10 دقايق في الفرن، مفيش اكتر من كده. هبتدي بقى هنا معايا فلفل الوان متقطع بالشكل ده مكعبات. وعلشان تسهلي على نفسك قبل ما تشتغلي، قطعي كل حاجة وابدأي ايه اشتغلي على طول، يعني ايه علشان ما تعطليش نفسك. 10 دقايق على ما السمك يكون متبل بالليمون والكمون والثوم والحاجات دي، البهارات اللي احنا حطيناها، تكوني عملت الخلطة بتاعتك. هنا كده بعد ما شوحت البصل الفلفل تشويحه كده، معايا طماطمتين متقطعين برضو مكعبات صغيره، حطيتهم ويا دوب تقليبه كده، يعني الفلفل والطماطم تقليبه. ومش شرط يكون فلفل الوان، ممكن فلفل اخضر عادي.
بس يا ريت تحطي كده قرن فلفل سبايسي كده، بيدي لها طعم حلو وبينقلها في حته تانية. هنا برضو تقليبه كده وطفيت النار، يعني انا الطماطم والفلفل مش عايزاهم يقعدوا على النار عشان ما ينزلوش ميه، هو بس اللي بيقعد على النار الجزر والبصل عشان يدخل في السوا شويه. وهنا بقى بعد ما خلصت معايا حزمه من الكزبره، بعد ما طفيت النار قلبتهم فيها. وهنا كده كانت السمك اتبل معايا، سبته كده لمده 10 دقايق على ما عملت الخلطه. وهبتدي بقى اوزع الخلطه دي على السمك بالطريقه دي. شوفوا، مش هتاكلوا سمك بالحلاوه دي غير من ايدك الحلوه. مستحيل المطاعم هتعملهولك بالنظافه والحلاوه والترتيب ده زي ما انت هتعمليه في بيتك. طبعا والحاجه اللي انت بتعمليها من ايدك، الحب اللي انت بتعمليه بيها هو اللي بيطلع فيها وهو اللي بيخليها طعمها حلو. يعني الحب اللي انت بتعملي الحاجة، انت بتعملي الحاجة لأعز ناس عندك وأعز حبايبك، فطبعا بتطلع أحلى حاجة وأحلى من المطاعم كمان. هنا بقى بعد ما وزعت الخلطة بالشكل ده كده، هبتدي هرش على كل سمكية كده معلقتين من الزيت. وكده انا مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة. هدخله الفرن على الصاجة من تحت على اعلى درجة حرارة لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، هيطلع معاكي بالجمال ده كله. واول ما تلاقي ما نزلش مية خلاص ومفيش اي سوائل في الصينية، ولعي الشواية بس 5 دقايق. يعني هو بياخد 10 دقايق من تحت، وانت حاطه الصينيه على الصاجه من تحت على اعلى درجه حراره. السمك يا جماعه بيستوي على اعلى درجه حراره، وهيطلع معاكي احلى صينيه سمك. يعني 10 دقايق من تحت و5 دقايق الشوايه، بصوا احلى سمك. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ويا رب تجربوها والوصفه تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.